قصة اليوم. قصة اليوم سورية المصرية، أبطالها سوريين وحصلت في مصر، والقصة حصلت عام 2013. فهيا بنا نطخ اللايك، واللي ما اشترك شرفنا باشتراكه، وهيا بنا على القصة. في عام 2013 في مصر، في حي 6 أكتوبر أو مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، فيه ناس بذيك العمارة لاحظوا ريحة بدأت تطلع، ريحة كريهة، وكل يوم قامت تزيد الريحة. شوية الناس شم الريحة فلان، يا شم الريحة، وش الريحة، وين الريحة؟ يدورون حددوا تقريبا مكانها بشقة السوريين. ما شفتوا فدا السوري؟ والله فدا السوري ما شفناه لفترة. ما شفتوا أخته؟ والله أخته ما شفناها لفترة. المهم سكان العمارة توجهوا للشرطة وبلغوا. جاءوا الشرطة، الريحة هذه مرة عليهم 100 مرة. حددوا مكان الشقة وكسروا الباب. يوم دخلوا اللي يحصلون فدا السوري ميت بفراشه ومنحور نحر مذبوح، وكذلك أخته وفاء مذبوحة على سريرها، لكن أخته ما عليها إلا ملابسها الداخلية. يعني يشير الإيش؟ يشير إن عملية اغتصاب حاصلة لها قبل تقتل، والله ممارسة الجنس قبل تموت. عاينوا الموقع، عاينوا الشقة، ما في حاجة مكسورة، ما في بصمات، مقتولين ومتعفنين كل واحد بفراشه وكل واحد على سريره. وقعدوا الشرطة يباشرون تحقيقاتهم، ما فيه إلا يسألون الجيران. وقعدوا يسألون الجيران، وهي تقوم تطلع الفضائح وتقوم تطلع الأسرار، من هو فداء ومن هي وفاء. قالوا هذول سوريين جو قبل 1.5 سنة من سوريا بعد أحداث سوريا، وسكنوا هنا وكانوا ساكنين كلهم. منهم كلهم قالوا فداء وزوجته اسمها هديل، تشتغل دكتورة، وعيالها 2، وأخت فداء وفاء اللي قتلت. طيب هديل وين هي؟ قالوا هديل سابت البيت من فترة وراحت وسكنت في مخيم من مخيمات اللجوء، متزاعلة هي ويا زوجها. طيب ليش تزاعلت هي وياه؟ والله وتبدأ الفضائح تطلع. كل ما سألوا جاره من هالجيران، قالت هديل تقول لنا إن فداء الله لا يبلانا يجر على أخته. فداء يشتغل قواد ويجر على أخته، وإن زوجته هديل ما رضت بالشيء هذا وتزاعلت وياه وأخذت عيالها وسكنت في مخيم من مخيمات اللجوء. شلون يجر على أخته؟ ليه هو يشتغل؟ هو يشتغل مهندس ويجر على أخته. الله لا يبلانا، وش هالفضائح هذه؟ المهم كل ما سألوا وحدة من هالجارات هذه قالت الشيء هذا. قالوا ما فيه إلا جيبوا لنا هديل. والله ويجيبون هديل، إلا هديل تبكي وحالتها حالة. تعال يا هديل، وش قصتك أنت زوجك وعليش متهاوشين؟ قالت والله أنا أحب زوجي وزوجي يحبني، واخذين بعضنا الحب في حب، لكن من أول ما جينا مصر الرجال طاح له بشغلة بايخة، شغلة قبيحة. الرجال قام يجر على أخته مزيونة وبنتنا هذا حلوة، والمصيبة أن أخته موافقة وأنا قاعدة بالبيت. لا وبعد حاول يشغلني معها، فأنا رفضت وتهاوشت معه وقلت أقول لك شلون بعيش أنا وعيالي ببيت مثل هالبيت؟ عيالي بكرة بيتأثرون فيك أنت وأختك. وتركت لها البيت ومشيت. ورغم أني تركت لها البيت
إلا أني أجيه من فترة لفترة علشان أطببه وأعالجه. ليه وش فيه؟ قالت فيه فيروس الكبد الوبائي، وما في أحد يعالجه ويطببه إلا أنا. أجي علشان أعطيه إبر تعالجه من فيروس الكبد الوبائي. والله الهديل هذه قمة النبالة وقمة الإنسانية، حتى وهي متهاوشة مع زوجها ما قطعت العلاقة معه، تجيه من فترة لفترة علشان تعالجه. والله الشرطة قالوا شكرا يا هديل، ونشكرك على مواقفك النبيلة هذه، وتقدرين توكلين على الله. بهالفترة هذه والأثناء هذه طلع تقرير الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي صادم. أول صدمة ذكرها تقرير الطب الشرعي، ذكر أن وفاء لا تزال بكر ولم يعتدى عليها، وأنهم قتلوا عن طريق النحر، لكن قتلوا وهم مخدرين عن طريق إبرة في الوريد. كل واحد منهم مضروب الإبرة في الوريد، والتخدير هذا ما يسويه إلا واحد متخصص بالطب. لكن شلون قدر يقنعهم انه يعطيهم كلهم اثنيناتهم كل واحد يعطيه إبرة في وريده عبارة عن مخدر ينام فيها، وبعد كذا نحرهم في سرايرهم. والتقرير الطبي ما ذكر ان فدا مصاب بفيروس الكبد الوبائي، ما فيها الا العافية. المهم علشان تكمل عندنا الصورة نبي نبدأ القصة من أولها. القصة تبدأ مع واحد مصري تزوج وحدة سورية، اللي هو أبو فداء وأبو وفاء. هذا مصري تزوج وحدة سورية وعاش الرجال بسوريا، وجاب ولده فداء وجاب بنته وفاء وسكنوا في سوريا. المهم الأبو توفى عن عياله، الأم قعدت في سوريا هي وعيالها مصريين، أمامهم كلهم في مصر. المهم كبروا عيالها في سوريا ودرسوا ودخلوا الجامعات، وفي الرجال دخل كلية الهندسة، والرجال كان مخطط إنه بعد ما يتخرج من كلية الهندسة إنه يروح البلده مصر. والله أثناء ما هو بالكلية تعرف على وحدة تدرس طب، اللي هي هديل هذه بنت سورية، أبوها مطلق أمها علشان أمها يقولوا متعددة العلاقات، فأبوها طلق أمها وخلاها وتركهم ومشى عنهم، وربتها أمها. لكن البنت جيدة، حركة وحيوية واجتماعية وراعية سوالف وراعية نكت وراعية علاقات اجتماعية كثيرة، وشاطرة في دراستها. خلصت الثانوي ودخلت كلية الطب، وتعرفت على فداء وحبتها أكثر وتعلقت فيه أكثر يوم عرفت إن أصوله مصرية، وإن الرجال بعد ما يخلص الهندسة وكلية الهندسة ناوي إنه يرجع لمصر. إلا البنت طموحها وأحلامها إنها تروح لمصر وتسكن في مصر هناك وتتخصص هناك بأحد الجامعات. المهم تدري إن مستقبلها في مصر أحسن من مستقبلها في سوريا، فتمسكت في فداء تمسك. وعاد هي بما أنها اجتماعية وراعية نكت، صحيح الوجه لك عليه، لكن السوالف والكلام تجذبك جد. والله تعرفت على فداء هذا واتفقوا على الزواج. وقال لها فداء، قال لها شوفي أنا صحيح عايش عمري كله بسوريا وأمي سورية، لكن أنا أصلي مصري، جنسيتي مصرية، وبروح بعد ما تخرج برجع لمصر. قالت هديل وهذا اللي أنا بيه، أنا معاك هنا والله بمصر والله بالمريخ. المهم فداء تزوج هديل
بأثناء الدراسة حتى قبل يخلصون دراستهم. تزوجها وقعدوا يكملون دراستهم كم سنة، إلا في الرجال متخرج مهندس وهو يشتغل في شركة. هديل كملت دراستها في الطب في تخصص أمراض النساء والولادة، وجابت ولدين، وكانت عائلة فداء كلهم يحبون هديل، وهديل تحبهم إلا وحدة اللي هي من هي، اللي هي أخت فداء، أخت فداء الصغيرة اللي هي وفاء، ما كانت تحبها، ووفاء ما كانت تحب هديل، لأن وفاء شايفة أن هديل لاعب تنفخوها لعب ومشيته على كلامها. فكانت وفاء دايم تكلم أخوها: يا أخوي هديل، هذه لعبت فيك، ساحبت شخصيتك، ما عندك شخصية، ما أدري وش. المهم أن هديل على نقره دايم مع وفاء. المهم يوم تخرج فداء، قلت لكم اشتغل كم سنة في سوريا، والرجال جمع له فلوس وقام يشتغل، ويدري ان اصله مصري، وانه لازم في يوم من الايام يرجع لمصر، والابوة املاك موجودة بمصر. شوي جت المظاهرات اللي بسوريا والاحداث اللي بسوريا في عام 2010، فخلاص فدا الان ما عاد له قعدة بسوريا، يبي يرجع الرجال لمصر ويستقر هناك خلاص، خصوصا ان زوجته تخرجت من كلية الطب، ما عليه الا ياخذ زوجته وياخذ عياله وياخذ اخته ويروح للقاهرة. وهذا اللي حصل. ومن اول ما جاء فداء لمصر، الا الرجال جنسيته مصري ورجال مهندس وعنده خبرة شغال بسوريا، على طول الرجال حصل عمل واشتغل. بالإضافة أنه أبوه عنده أملاك في مصر، فقلت لكم سكن في شقة في 6 أكتوبر، سكن هو يا زوجته هديل وعيالها 2 وأخته وفاء معهم. بالنسبة لهديل ما كان معجبها الوضع هذا. وفاء تبي تسكن معي؟ قبل بسوريا على الأقل ما هي ساكنة معي، الحين بنحشر أنا وياها بشقة واحدة. المهم أصبرت هديل. هديل بالنسبة لها من أول ما جت مصر، بحكم أنها بنت اجتماعية وراعية نكتة وراعية سوالف، ما في وحدة بالعمارة هذه ما عرفتها وسوت معها علاقة، عرفت المصريات اللي بالعمارة كلهن. اقعدوا والله سنة، الحياة حلوة وزينة، اللهم يتخللها بعض النقرة بين هديل ووفاء. لكن شوي هديل لاحظت ان زوجها فدا قام يجيب ناس للشقة ويدخلون مع اخته بغرفة، اخته مزيونة وطلقة هكا المصرية السورية، جامعة الجمال الفرعوني مع الجمال الشامي، مختلطة كلها فيها سوا. وفعلا عز الله البنت طلقة، ماني حاط لكم صورتها، لكن البنت حلوة. شوي زادت المسألة، وش تسوي يا فدا؟ قال هذا بزنس، هذا شغل واختي راضية. المهم هديل ما عجبها الوضع هذا، وبحكم انها مرة اجتماعية الدكتورة هديل، ما في وحدة من سكان العمارة هذه الا وتحكي لها عن اللي حصل. زوجي يجر على اخته علشان اخته مزيونة، يستغل جمالها ويطلب فلوس ويجيب لها رجال تنام معهم. انا ما راح اقعد عنده، انا باخذ عيالي، بس وين اروح؟ وزوجي انا احبه ومسكين مريض بفيروس الكبد الوبائي، من يعالجه اذا تركته؟ ما في احد يعالجه. المهم ما في وحده بهالعمارة هذه الا عرفت قصة هديل وقصة السوريين هذه كاملة. والله في يوم من الايام فعلا تهاوشت هديل هي وزوجها، اللي تسوي هذا حرام وعيب وما يصلح
وشلون أنا بربي عيالي بهالبيت هذا. وأخذت عيالها وراحت وسكنت في حدا مقرات اللجوء، في مخيمات لجوء، وخلتهم. لكن بحكم أنها مرة وفية كانت من فترة لفترة تيجي علشان تعالج زوجها، علشان تعطيها علاج الفيروس الكبد الوبائي، وتعطيها الإبر، لين جاء يوم من الأيام وحصلت الجريمة هذه. ويوم حصلت حققوا الشرطة إلا كل سكان هالعمارة هذه عارفين انفداء الله لا يبلعنا إنه قواد، وإنه ما هو مضبوط له ولا أختها المزيونة. قلت لكم جاء تقرير الطب الشرعي إلا صادم. أول حاجة ذكرت بتقرير الطب الشرعي إن وفاء بكر، شلون يجر عليها وهي بكر. ثاني حاجة ذكرت إنهم قتلوا بالنحر. ثالث حاجة إن في الرجال ما هو مصاب بفيروس الكبد الوبائي. يعني كلام هديل كله غلط في غلط. بالإضافة أن تقرير الطب الشرعي ذكر إنهم قتلوا مخدرين، ومخدرين عن طريق الوريد، إبرة مضروبة في الوريد، وهذه ما يضربها إلا إنسان متخصص. المهم عرفوا إن هديل كذابة، اتهمت زوجها ذيك التهمة الكبيرة، واتهمت أخت زوجها ذيك التهمة الكبيرة، وقالت إن في فيروس الكبد الوبائي وهو ما في شيء. بالإضافة إلى أنها دكتورة وهي الوحيدة اللي من الممكن أنها تعطيهم إبر. قرروا يقبضون عليها، لكن قبل لا يقبضون عليها راجعوا الكاميرات، لقوا الكاميرات جايباتها قبل كم يوم اللي هو وقت الجريمة. جاية هديل للشقة، وجاية حاملة كيس عليه شعار صيدلية واسم صيدلية، ودخلت للعمارة وأخذت لها فترة ونزلت. وبعد كذا جاء اثنين ما حد يعرفهم ودخلوا للعمارة، وقعدوا تقريبا نص ساعة ونزلوا، إلا مرتبكين وحالتهم حالة. والله على طول قبضوا على هديل وجابوها. تعالي يا هديل، شلون أنت تقولين إن زوجك يجر على أخته، وأخته بتقرير الطب الشرعي بكر لا تزال بكر؟ ثاني حاجة الكاميرات جايبتك ومعك كيس من صيدلية. وش هالكيس هذا؟ قالت الكيس هذا نعم علمتكم زوجي فيه مرض فيروس الكبد الوبائي، وأنا اللي أطببه، أنا اللي عالجه، رقم سواته القسرة فيني إلا أني أجي وعالجه، ومعلمتكم الشيء هذا من زمان، وهذا كان علاج لزوجي. قالوا طيب منهم الشخصين هذول اللي دخلوا للعمارة وشغلوا لها الكاميرات؟ قالت ما أعرفهم. متأكدة ما تعرفينهم؟ قالت لا ما أعرفهم. قعدوا يبحثون عنهم، اطلعوا الاثنين هذول سوريين، وطلعوا على علاقة بهديل. السوريين هذول اثنين، واحد دكتور اسمه عبد السلام يشتغل في أحد مستشفيات اللجوء المجانية، واللي معاه واحد سوري جاي من سوريا قبل فترة اسمه يحيى ويقرب الهديل. اضغطوا على هديل، شلون تقولين لنا انك ما تعرفينهم، وواحد منهم اصلا من جماعتك وقريب لك وتوه جاي سوريا. قعدوا يحققون معهم، حققوا مع الدكتور عبد السلام، قال أنا أشتغل في مستشفى للجوء، وتعرفت على هديل من أول ما جو من سوريا، وتعرفت على زوجها، ومرة جاني زوجها تعبان واكتشفت إن فيه فيروس الكبد الوبائي، وكتبت له علاجات وعلمت زوجته شلون تعطيها العلاجات. والله التحقيقات مع هديل ومع الدكتور
ما أسفرت عن شيء. لكن أنا قايل لكم القضية إذا تعددت الجنى فيها انحلت. بقت ثالث يحيى، جابوا يحيى، تعال يا يحيى وش اللي جايبك من سوريا لمصر ومدخلك هالعمارة؟ والله كفين خفاف. والرجال يعترف قال إيه نعم، أنا وعبد السلام إن اللي نحرناهم، نحرنا فدا على سريره ونحرنا وفاء على سريرها. وهذه ما كانت الخطة. الخطة إن ناخذ وفاء ونربطها على كرسي ونقطع وريدها لين تموت وهي مخدرة، وكذلك أخوها نقطع وريده ونخليه لين يموت، علشان إذا جت الشرطة وشافتهم إلا واضح إن هذه عملية انتحار، وأكيد إن الأخو قتل أخته وبعدين انتحر. لكن الدكتور عبد السلام من أول ما دخل وشاف فدا نايم وهو ينحره خرب خطتنا، فما لنا إلا نستخدم الخطة جيم. الخطة جيم أن خلاص ننحر أخته زيه، والناس كلها عارفة أن الرجال هذا يجر على أخته الله لا يبلانا، وأكيد إن حدا الزباين تهاوش معهم وسوى فيهم هالسواه. طيب أنت يا يحيى جاي من سوريا بس عشان تقتل؟ قال إيه نعم، أنا الدكتورة هديل قريبتي واتصلت علي وقالت لي أن في مشاكل بينها وبين زوجها وأنها تبي تخلص من زوجها وتعال ساعدنا في قتله، وبعد ما أورثه أنا راح أعطيك الفلوس اللي تكفيك. وجيت علشان أسوي هالعملية وأخذ الفلوس وأرجع لسوريا. والله بعد ما اعترف يحيى وهم يواجهون هديل وعبد السلام باعترافات يحيى وهم يعترفون، طلعت القصة ايش؟ القصة فدا يوم جاء الرجال هو عائلته وسكنوا ب6 أكتوبر، الرجال على طول اندمج مع المجتمع المصري بحكم أن أبوه مصري، صحيح أنه متربي بسوريا لكن أهله مصريين، صار حتى الكلام صار ما يتكلم إلا مصري. قلب الرجال الموجة. امرته هديل متزوجته علشان توصل مصر، ويوم جت لمصر إلا ساكنة معها بنفس الشقة أخته وفاء، وأخته وفاء ما تدانى هي وياها، حاولت تصبر حاولت تعيش مع الوضع ما قدرت. ويوم جاء يوم من الأيام وهم يروحون المستشفى اللاجئين المجاني، وهي تتعرف على الدكتور عبد السلام. الدكتور عبد السلام هذا الدكتور سوري يشتغل في هالمستشفى هذا. هي شافته من هنا والله هو يتعشق نظاراته، الرجال أزين ما فيه نظاراته، أتوقع أنا أنها حبت نظاراته، عشقته. وهو كذلك لاحظ الشيء هذا. إلا الدكتور سوري وهي دكتورة سورية وزوجها الرجال قلب مصري مع المصريين، وأخته ساكنة معها بالبيت. المهم تعرفت على السوري هذا، قال لها السوري هذا تطلقي من زوجك وأنا بتزوجك. قالت شلون أتطلق من زوجي وخلي الحلال هذا وخلي الفلوس هذه نصيبي، هذه تعبي، لو تطلقت منه ما أخذت من الفلوس حاجة، ما فيه إلا أن يقتله. فبدأوا يرسمون خطة للتخلص منه. أول حاجة سوتها طلعت إشاعة الله لا يبلانا عليه إنه قواد وإنه يجر على أخته المزيونة، كل حقد على أخته، وبحكم علاقاتها بهالعمارة وعلاقاتها مع الناس انشرت هالإشاعة هذه بين الناس هذه كلها. أما الدكتور عبد السلام أوهم زوجها أنه مريض بفيروس الكبد الوبائي، وأن مريض فيروس الكبد الوبائي
عمره قصير لازم يتعالج. وقعد الرجال يصرف لها الأدوية ويصرف لها الإبر، ولا يعطيها الأدوية هذه والإبر هذه إلا زوجته الدكتورة هديل. هذه كانت الخطة ألف، يبون يتخلصون منه عن طريق الأدوية اللي يعطونه إياه. لكن طولت السالفة، عبد السلام وهديل مستعجلين، وين نحتري متى يموت من هالإبر هذه؟ يمكن الرجال ياخذ 6 شهور 7 شهور ما مات. طولت السالفة، كل شوية تعطيه من هالإبر والرجال ما فيه إلا العافية. فقرروا يقلبون الخطة باء. قالت العبد السلام ما فيه إلا أنك تخلصني منه، أنا أحط له مخدر بالإبرة بدل الدواء اللي أنت تعطيني وينام، وروح للشقة وقض عليه. قال أول حاجة أنا لحالي ما أقدر عليه، لازم واحد معي. قالت ما في مشكلة، قريبي يحيى موجود بسوريا، يدور الشغلة، يدور اللي هو يقتله، اتصل عليه وجيبه يساعدك، لكن علشان تقتلونه لازم أكون أنا ماني بالبيت. والله وفعلا سوت ذيك الخناقة مع زوجها، وحطت نفسها زعلانة، وأخذت عيالها وانشرت بين العمارة إنها ما عاد هي راضية بالوضع هذا، وإنها تبي تروح تسكن في حد مخيمات اللاجئين. وبالحقيقة إنها أخذت عيالها وسكنت عند عشيقها عبد السلام. لكن مع ذلك قوية عين، ورغم إنها متهاوشة مع زوجها تيجي وتعطيها بر: أنت مريض بفيروس الكبد الوبائي وما أقدر أخليك، وهذا ما هو حق، ومهما كان ما في أحد يعالجك إلا أنا، وضميري ما يطاوعني إلا أني أجيك وأعطيك علاجك. فتجي وتعطيها البر، والرجال مصدق إنه مريض بفيروس الكبد الوبائي. وزانت لها مرة يوم عرفت إن وفاء تبي تسوي عملية تجميل، تقول أنا طالع برقبتي مدري وش حبة مدري ثالول وأبي أشيلها. فجتها هديل وقالت وشو وتسوين عملية تجميل علشان هالحاجة البسيطة؟ لا يا حبيبتي، حنا دارسين بالطب ومتخصصين، مش حنا دارسين إلا إبرة واحدة أعطيك إياها وبإذن الله أسبوع ما تشوفين هالزايدة هذه. متأكدة؟ قالت إيه متأكدة. وش تسوين عملية تجميل علشان الحاجة البسيطة؟ بكرة أنا أجيك وأجيب لك العلاج من الصيدلية وأبطك الإبرة هذه ووحدة بوحدة. إلا هي متعودة أنها تجي وتعطي فداء إبرة علشان الفيروس، والحين تبي تعطي أخته إبرة. فراحت الدكتورة هديل وجابت المخدر، وهي تبدأ بزوجها وهي تعطيه إبرة المخدر، وبعده أخته وهي تعطيها الإبرة على أساس تزيل هالزايدة اللي طالعت فيها، وهي إبرة مخدر. شوي إلا نام فداء ونامت أخته هديل. والله وهي تطلع من الشقة وتروح للدكتور عبد السلام، قالت يلا يا دكتور أنت ويحيى روحوا شوفوا شغلكم، فداء واخته مخدرين نايمين. وكان اتفاقهم بالخطة باء أن تكون طريقة القتل كأن فداء قاتل اخته عن طريق الوريد، وبعده انتحر. ادخلوا بالشقة عبد السلام ويحيى، إلا عبد السلام الرجال ذايب بدباديب هديل، وهو يشوف فداء على السرير مخدر. إلا هذا الشخص اللي واقف بينه وبين الدكتورة هديل ما مسك الرجال أعصابه، وعلى طول وطلع السكينة اللي معه وهو ينحره. خرب الخطة. يحيى جاء وش سويت أنت؟ قال ذبحته، الكلب اللي واقف بطريقي ما خلاني أعيش مع هديل. قال يا أخي ما هذه خطتنا. قال المهم ذبحته. إلا ما يدرون إيش يسوون، راحوا الوفاء وكذلك انحروها. والله هم يتصلون على هديل، قالوا حنا ذبحناهم، لكن ذبحناهم بالنحر، كل واحد قطعنا رقبته. قالت أقول لكم خلاص عادي، هذول أنا ناشرة إشاعة
بين الناس انه هو قواد ويجر على اخته. لكن اقول لكم نزلوا ملابس وفاء، خلوها فاسخة علشان الجريمة تصير من حد عملاهم. بعد ما يعرفون الشرطة هالإشاعة اللي نشرتها يبون يقولون أكيد إن هذا واحد زبون عندهم وتهاوش معهم وقضى عليهم. لكن سبحان الله تقرير الطب الشرعي كشف كل حاجة. والله اعترفوا السوريين الثلاثة بجريمتهم هذه كاملة وقدموا للمحاكمة ويحكم عليهم بالإعدام. ولي هنا انتهت قصتنا ونقول لكم في أمان الله.